السلام عليكم. ما عندي قصة الليلة، الجو جميل. والله يجيب الخير إن شاء الله ويجيب المطر. أمس قابلت شخص سألني سؤال، وكان في حيرة. الحقيقة في البداية أجبته، ولكن إجابتي ما كنت أراها إجابة شافية. السؤال سألني قال: ليش الله سبحانه وتعالى كل فترة يرسل لك شخص تعلق فيه، أو تظن فيها الظن الحسن، أو يرسل لك حبيب وتعتقد أن هذا هو نصيبك في هالحياة، وتبني مستقبلك بناء على علاقتك بهالشخص، وفجأة يختفي هالشخص من حياتك وتحول حياتك إلى جحيم وإلى واقع مرير. الحقيقة الأشخاص هؤلاء اللي يرسلهم الله، حنا نسمع بتجارب الحياة، فلان جرب وفلان جرب، ونستشير الأشخاص اللي جربوا في حياتهم. الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الأشخاص اختبار لك ولروحك. في بعض الأشخاص يثق ثقة عمياء في الكثير من الناس، فدائما ينصدم أو يقع بأشخاص ليسوا محلا للثقة. وفي بعض الأشخاص إذا حب بعنف، وحب بتعلق، وحب بكل كيانه ومشاعره، يقع في الأخير بشخص لا يقدر هذا الحب ولا يعطيك ما أعطى، تتحول علاقتك به إلى علاقة سامة، وفي الأخير ممكن أن هالشخص هذا يا يهرب، يا يحدث ظرف يفصلك، سواء هرب أو ما هرب، أو كان سام أو ما هو سام. إذا أبعد الله عنك شخص، تأكد أن الله سبحانه وتعالى يعطيك درس في حياتك، إما أن تكون شخص إيجابي أو تكون شخص سلبي. الإيجابية هي أن تكون شخص محب للجميع، محب للحياة، محب للخير، محب كل ما هو جميل. والسلبية هي أن تكون شخص حاقد على الجميع. هناك أشخاص قد ترتبط بهم، ولكن ارتباطك بهؤلاء الأشخاص إذا لم يكن الله يريد بك خيرا قد يهلكك، قد تسرق، تظلم، ترتكب الذنوب، مقابل أنك تكون في أعين هؤلاء الأشخاص شخص محل الثقة، أو محل أو مثير لإعجاب هؤلاء الأشخاص. وهناك أشخاص قد ترتبط بهم وتحول حياتك إلى حب وإلى سعادة وإلى محبة للخير ومحبة للكل. أما الأشخاص اللي يبتعدون فجأة، فأنت قبل يدخلون حياتك ابحث في داخلك ماذا كنت. قد تكون هناك جروح في أعماقك ما عالجتها، قد يكون هناك عندك نقص في إدراك المشاعر وإدراك النواقص اللي في داخل روحك. فهؤلاء الأشخاص إما أن يوقظوك تتحول إلى شخص إيجابي، أو تتحول إلى شخص تعيش تكره الكل بسبب شخص واحد مرة في حياتك. إذا خانك الصديق، هناك آلاف من الأصدقاء، وهناك الآلاف والعشرات من الأخوان الطيبين. إذا
ما الله كتب لك أنك تكون مع الحبيب. هناك الآلاف من الناس اللي قد سبحان الله خبأهم الله عوض لك، فابحث في داخلك قبل أن تبحث في الناس. وعالج جروحك قبل أن ترمي مصائبك ومشاكلك على أخطائك، أو تجعل الغير شماعة لتعليق أخطائك عليها. فالسعيد من أيقظت العلاقات روحه، والتعيس من أحالت العلاقات روحه إلى روح متوحشة إجرامية لا رحمة فيها ولا رأفة ولا حب. أخوكم عمر البايح.